السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل بقى تحلية جميلة جدا، مقاديرنا سهلة وبسيطة قوي. دي معلقة جيلاتين، جيلاتين حلال. هنعمل جيلي بالمانجا زي ما حضراتكم شايفين كده. ده باكت جيلي، باكت واحد بس جيلي، حطينا معلقة جيلاتين علشان بس يتماسك اسرع يعني. بس كده. دي كوباية مية مغلية، كمان منجيتين كبار زي ما حضراتكم شايفين كده. نقشرهم ونقطعهم. دول 3 بكاوي بسكوت سادة، اي نوع بسكوت بتحبوه. ده جيلي مانجا. هنعمل بقى التحلية بتاعتنا النهاردة تكون بسيطة قوي قوي، وده كريم شانتيه كمان. بصوا بقى، ولا زيت ولا سمنة ولا بيض ولا اي حاجة خالص. التحلية بتاعتنا خفيفة قوي قوي، وان شاء الله يا رب اتمنى تعجبكم. بالطريقة دي كده هنقلب الجيلاتين على الجيل الفراولة على كوباية المية السخنة. هنقلبها ونسيبها على جنب تبرد. بس كده. ونعمل خطوة تانية بقى بالطريقة دي. طبعا بنكون مقشرين المانجا بتاعتنا ومقطعينها. ينفع مانجا لو عندنا مانجا في الفريزر برضو مخزنينها ولا حاجة، بتنفع برضو عادي. نقطعها ونستعملها بس كده. طبعا دي كريم شانتيه خام. الكريم الشانتيه خام ما بيبقاش عليه سكر، ممكن احنا نضيف عليه معلقتين سكر بودرة. بس الكريم الشانتيه الخام بيدي كمية كبيرة جدا عن اللي يكون جاي محلى بالسكر يعني. بس كده. بنحط طبعا دي مية ساقعة جدا، بنحط حوالي كوباية مية على 4 معالق كريم شانتيه. مفيش مثلا كريم شانتيه سايب، بنجيب الباكت اللي احنا عارفينه بيبقى عليه سكر وكل حاجة. ما عليهوش سكر بنحط معلقتين سكر. او نستكفى بالسكر اللي في الجيلي لو احنا مش عايزين الحاجة مسكرة قوي يعني. ممكن كمان برضو نحط مكعبين تلج، حلو قوي قوي عشان الكريم شانتيه يتماسك اسرع. بس كده. التحلية بتاعتنا النهاردة جميلة قوي. برضو بنحط مكعب تلج كده في الجيلي علشان يبرد اسرع، عشان مش هنضيفه على الكريمة بقى، ما ينفعش يبقى ايه الجيلي سخن ولا كده يعني. بس كده. هنضرب طبعا الكريمة بتاعتنا. بصوا يعني ادتنا ما شاء الله كمية حلوة قوي. هنضيف بقى بعد ما بعد ما الجيلي بالمانجا برد مع معلقة الجيلاتين، هنضيفه على الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه. هنضربهم طبعا عشان دي تحلية بالمانجا والكريم شانتيه كمان يتماسك. يعني حاجة بصراحة يعني جميلة جدا جدا. طبعا كل ما بنضرب بتدينا كمية كبيرة، طالما في تلج وفي مية ساقعة الكريمة بتدينا كمية اكتر يعني. لو ضربناها بلبن بتبقى سايلة شوية، مش بتتماسك كده يعني. بصوا قد ايه لونها جميل من الجيل المانجا اللي احنا حطيناه. معلوش اي اضافات تانية، ومعلقة الجيلاتين بتخلي طبعا الكريم شانتيه يتماسك. وبيدي بقى باللمعة وبالجمال ده كده زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل ايه بقى؟ طبعا هنعمل خطوة تانية. احنا هنركن الكريم شانتيه نحطه في التلاجة، والجيلي عملناه والمانجا مقطعينها. طبعا هنجيب كيس تلاجة كده، نفتحه ونحطه في البايركس بس، علشان لما دي مش هتتقلب، علشان لما نيجي نشيلها بنشيلها بالكيس كده ونحطها في صينية. اما نيجي نقطع ممكن نقطعها في الصينية عادي يعني، مش لازم ان احنا نشيلها ولا حاجة. بس كده. هنجيب معلقة طبعا كريم شانتيه من اللي احنا ضربناه. ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة خالص، ما بتدهنش اي حاجة خالص. وهنرص طبعا طبقات البسكويت زي ما حضراتكم شايفين كده، ومش هنبله في لبن ولا في اي حاجة، عشان هو يمتص السوائل اللي في المانجا مع الكريم شانتيه. بيدينا طبقة بسكوت يعني ايه، مش طرية قوي. بتبقى طعمها جميل جدا جدا، والبسكويت ناشف بيمتص السوائل اللي في المانجا يعني. بس كده. خلصنا بقى الكريمة، خلصنا خطوة البسكويت، مقطعين المانجا زي ما حضراتكم شايفين. اي نوع مانجا احنا بنحبه يعني. طبعا المانجا مش بنضربها ولا حاجة، هي مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين كده. بنوزعها بس على البسكويت علشان يمتص المادة السائلة اللي فيها يعني. بس كده. واحلى تحلية وحاجة خفيفة جدا جدا في الصيف، وولادنا بيحبوا الحاجات دي. طبعا اتمنى الفيديو يعجبكم وتحطوا له لايك على الفيديو. وشكرا ليكم على التقدير، وشكرا على الكلام الحلو والتعليقات اللي انتوا بتكتبوها. ما تحرمش منكم ابدا. بصوا الكريمه بقى طبعا لما ركناها شويه مع معلقتين الجيلاتين مع الجيل المانجا، بصوا متماسكه قد ايه. بصوا ولا كأننا بناكل ايس كريم بالظبط. جميله. وان شاء الله تجربوا التحليه الجميله دي. حاجه خفيفه كده على القلب، حاجه مش برضو ما فيهاش تكلفة كتير يعني. زي ما حضراتكم شايفين 3 بكاوي بسكويت، الباكو ب10 جنيه.
مانجايتين، مع 4 معالق كريمة. فيعني تحلية جميلة جدا جدا، وان شاء الله اتمنى تجربوها يعني. بنوزع، بس بنديله طبقة كبيرة كده عشان هي طبقة بسكويت واحدة وطبقة المانجا وبعدين طبقة الكريم شانتيه. بس كده بنوزعها طبعا. وبنحط طبعا على وشها قطع مانجا، بنحط القطع المانجا في قلب الجيلي كده عشان يتماسك على وشها، وبنوزعه. يعني دي حاجة، الزواق الاخير ده يرجع لحضراتكم يعني، على حسب ذوقكم يعني. مش لازم خالص الخطوة دي، ممكن تعملوها عادي. بتديلها شكل جميل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. وتحلية جميلة جدا جدا، واتمنى تجربوها. بص والله طعمها اكنكم بتاكلوا ايس كريم بالظبط يعني. وخفيفة جدا جدا وان شاء الله اتمنى تعجبكم يعني. شكرا ليكم على التقدير، واحلى اخوات واحلى متابعين. ما تحرمش من تعليقاتكم الجميلة، واتمنى تحطوا لي لايك على الفيديو. بصوا بقى، احنا كده دخلناها التلاجة، باتت طبعا في التلاجة. بنعملها قبلها بيوم ونحطها في التلاجة، وكده شيلناها من البايركس، حطيناها في صينية كمان. وهي متماسكة. لو احنا مستعجلين عليها بتحط ساعتين 3 في الدير فريزر عادي، وبتطلع نقطعها زي الايس كريم بالظبط. بتبقى متماسكة جدا جدا. طبعا على حسب، احنا لو عايزينها بسرعة بنحطها في الدير فريزر عادي يعني. بنغطي طبعا وشها بكيس تلاجة وبنحطها في الفريزر. ولو هنبيتها برضو في التلاجة بنغطي وشها في التلاجة برضو. بصوا قد ايه جميلة وقد ايه متماسكة. بصوا المانجا، طبقة المانجا اهي ما شاء الله. طبعا الكريم شانتيه اللي احنا حطيناه من الجيلي متماسك. طبقة البسكويت باينة تحت اهي. حاجة خفيفة كده على قلوبكم، اتمنى تجربوها. آه، بصوا قد ايه كده هي متماسكة جدا جدا. وشكرا لحضراتكم على التقدير. وبألف هنا، واتمنى تجربوها وتشاهدوا الفيديو. سلام عليكم.